نوفي ولا مع محمد بوغلام. ما زلنا باش نحكيو لسنوات طويلة على اللي صار في 14 جانفي، كيما باش نحكيو بعد ما تصفى بطبيعة الحال شو اللي صار في 25 جويلية 2021، وقبلها كيفاش تجبر الياس الفخفاخ يقدم استقالته. ما ثم حتى استلطاف بيني وبين الياس الفخفاخ، هو مضروب في روحه وغالية الشربة في راسه، وين النوع هذاك ما يتعدليش، لكنه كان رئيس حكومة بالفم والملاء مالي بلاصته. الغنوشي يطلبوا باش يحضر في المجلس، قال له مش فاضي، البلاد تواجه في الموت، ما كانش يابس على الكرسي. قلت يجي نهار ونحكيو المشيشي كيفاش مشى لقصر قرطاج نهار لحد 25 جويلية، لنا وقت بقى، وكيفاش روحوا بيه وجوه الفجر، واش دار في راسه وهو شد الطريق لداره في الزهرة في الظلام، يوصلوه ولا يرميوه في الواد تحت جنح الظلام. كل تاريخنا مع الأسف عليه ضبابة، تي احنا ما زلنا ما فضيناهاش من اللي مات سيدنا محمد. شنو اللي صار في كنف الانسجام؟ تعين أبو بكر الصديق خليفة ليه ولا كلات بعضها؟ اش خلاهم نساو ويدفنوا النبي؟ قعد 3 أيام يستنى يدفن. تاريخنا يلزم جاش باش يتقرا بعيد على الأحكام المسبقة. ما زالت التسريبات متاع آخر تليفونات عملها بن علي وهو في رحلة الذهاب بلا عودة نهار 14 جانفي ما زالت تعمل في البارز. ثم مكالمة عداها زميلنا معز بن غربية في الديوان فام تلفت الانتباه. بن علي طلب كمال الطيف من الطيارة وهو ماشي للسعودية، يسأل فيه على الوضع في البلاد. تقول كمال الطيف وزير الداخلية. الغريب أنه بن علي خب عليه أنه في اتجاهه للسعودية، قال له وصلت العائلة البقعة قريبة وهاني راجع، خايف مش ماتة. ومن بعد يسأله شنو تنصحني نرجع ولا؟ كمال الطيف تحسه متملح من بن علي، يحكي معاه تقول قاعدين على طرح شكبة في القهوة عند سليمان، هذه القهوة اللي نقعد فيها، يقطر عليه بالكلمة. ومن بعد قال له علق تو نعاود نطلبك. وبن علي يسأل ما نرجعش توا؟ وكمال الطيف يقول له الأمور مش باهية وربي يهدي. في شكون يقصد كمال الطيف زعما؟ الاسم هذا كمال الطيف يدور عنده أكثر من 10 سنين، كل مرة يطلعوه يخوفوا بيه لأن ما عادش تعرف الصحيح من الغلط. شو اللي خلى بن علي يرجع لكمال الطيف بعد قطيعة السنين الطويلة؟ صحبتهم ما نعرفش تفاصيلها، لكن اللي متأكد منه أنهم أصحاب من السبعينات، من اللي كان بن علي في الأمن العسكري في الجيش، يدخلوا على بعضهم ويعرفوا عائلات بعضهم. بنات الزين يناديوا الكمال الطيف عمي كمال. أولاد بلاد الاثنين من حمام سوسة، الاثنين ما همش خريجي الجامعات، واللي يحبوا يسبوا كمال الطيف يقولوا اللي هو بناي أو مرماجي. بوه يوسف الطيف كان مقاول معروف، اما هو خرج من شركة المقاولات متاع بوه من عام 85 هو واخوه رؤوف. اسم يوسف الطيف كان عنده معنى بالنسبة لي، كيفو كيما علي مهني وبوزقندة، ونخدم ببايا المرمى طيلة سنوات، خدمها بشرف وكرامة وما طاطا راسه لحد، لا كبير لا صغير. وهذاك علاش كان الوالد يرحمه يخدم شهر ويرتاح شهرين معطل عن العمل. سألت الدكتور أحمد المناعي ربي طول في عمره، المعارض السابق لبن علي، مؤلف كتاب العذاب التونسي، الحديقة السرية لبن علي، قلت له أستاذ أحمد أحكي لي على كمال الطيف. أحالني على مقال ليه بعنوان كمال الطيف كما عرفته، نشره في موقع المعهد التونسي للعلاقات الدولية في 27 مايو 2022. نقرأ في المقال: سيد أحمد سأل البشير خنتوش في ديسمبر 1987. سي البشير كان عضو الديوان السياسي ونايب رئيس البرلمان زمن بورقيبة، وكان قريب من بن علي. كي صار 7 نوفمبر كان مسافر يبدو لي في ليبيا، ما روح هو يلقى بن علي توصفحته. المهم كي سألوا حمد المناعي على كمال الطيف، قام الراجل من بيروه وسكر الباب بالمفتاح وقال له كمال الطيف كان نايب الرئيس وتوا هو الرئيس. هذا في ديسمبر 87. إجابة تلخص كل شيء. بيروه كان في نهج بيروت،
كان مكة متاع الوزراء والإطارات السامية في الدولة، واللي يحب على بليصة كان يجي لكمال الطيف. في ابريل 92 صارت القطيعه بين كمال الطيف وبن علي. السبب الرئيسي هو زواج بن علي من ليلى، هو يعرفها من عام 84. كمال الطيف من الاول كان معترض على العلاقه ورافض الزواج بن علي منها. تاريخ القطيعه بين زوج اصدقاء هو تاريخ ارتباط بن علي بليلى الطرابلسي بصفه رسميه. افريل 92 ما كانتش ليلى وحدها، كانوا ثم ناس اخرين متقلقين من دور كمال الطيف وعبد الرحمن الحاج علي مدير عام الامن الرئاسي السابق، وحتى سليم شيبوب. كمال الطيف اعترض على استهداف رابطة حقوق الانسان ومحاصرتها والتضييق عليها في مطلع 92. الدكتور احمد المناعي من قله تنجم تعرفها في هالبلاد، ونتمنى ياخو حقه وهو حي. احمد المناعي مش نستناه يودعنا باش نقولوا عليه كان وكان. وسيد احمد راهو ما طالب شيء من حتى حد، لكن البلاد اللي تحترم روحها يلزمها تقدر اللي ضحاوا من اجلها، على الاقل بالتكريم المعنوي والرمزي. حمد المناعي يعترف بفضل كمال الطيف، قال لي هو اللي تدخل باش تفض ملف الشباب اللي توقفوا في اوت 87 بعد تفجيرات الاتجاه الاسلامي، من بينهم بلال ولده عمره 14 عام يلقى روحه محكوم بعامين و4 شهور. الاحكام وصلت ل 16 عام، الجريمه عاملين مخيم في الشط. كي توقف احمد المناعي في ماي 91 لمده 14 يوم في الداخليه، اللي تدخل عند بن علي كان كمال الطيف، وهو اللي تدخل له باش خذا باسبورو. احمد المناعي يلقى مدير امن الدوله يدادي يستنى فيه اللوطه. شبيك بطيط يا سيد احمد؟ قال له وحنا نستناو فيك. وطلب كمال الطيف مرة من أحمد المناعي يوصل رسالة الراشد الغنوشي. الرسالة هي لو يعينك بن علي سفير في السعودية. كان هذا في نوفمبر 88، ويا ليتو أحمد المناعي يوصل الرسالة، ويا ليتو قبل الغنوشي. رانا ارتحنا منه وراه قعد في البقاع المقدسة على أمل يموت في بيت ربي ويدفن غادي. كمال الطيف سأل أحمد المناعي انت تحبش حاجه؟ جاوبوا سيد احمد قال له عندي قضيه لو تحلها باش تقدم خدمه كبيره لتونس. قال له شنية؟ قال له الاعتراف القانوني بحركه النهضه. جاوبوا كمال الطيف وقت الوزراء يفشلوا ويعجزوا عن حل القضيه تو نحلها. في افريل 92 انقطع حبل الصداقه بين كمال الطيف وبن علي، اما الامور تعكرت. قعدوا يوصلوا لبن علي راهو صاحبك يتكلم في ليلى ويقول بها وعليها، هو بيناتنا يعملها كمال الطيف، ويقول لسانه فالت. في 96 مازال كي نقل البيرو في سكرة، كوموندوس حرق له البيرو في الليل، في ليلة النص في الشهر الفضيل حرقوا الإدارة وكتفوا العساسة. في 2001 كسروا له كرهبته قدام حانوت الحجام في الكرم. السبب كمال الطيف كان في ضيافة سفير دولة مؤثرة في تونس. خرج لفرنسا وتكلم لصحيفة لوموند، تشوفوا نسخة من المقال في 30 أكتوبر 2001. روح عرضوه بالهلال وفي المطار، أعطوه استدعاء لمنطقة قرطاج، ومن غدوة كان غادي. هزوله كل الجمهورية اللي وقفوا، وعدى 10 أيام في حبس 9 أفريل. من الحبس تفاوض مع بن علي. بن علي يحب يسكت وينقص من الكلمات على ليلى وهو مش فاكك. تسيب وتحاكم في حالة سراح، عام ماشي جاي على المحكمة، وفي الاخر تحكم بعويم كالعادة. المراسيل بيناتهم لفضل الاشتباك بأخف الأضرار، العام ولا سرسي. يمكن برشا ما يعرفوش أنه كمال الطيف كان صاحب فكرة 7 نوفمبر. وقت بورقيبة قرر إقالة بن علي، كمال الطيف قال صاحبه تغدى بيه قبل ما يتعشاو بيك. كان المفروض محمد الصياح يخلف بن علي في القصبة. ليلى كانت السبب المركزي في قطيعة زوز أصحاب من 1992 لغاية 2004. وقت ماتت أم كمال الطيف بن علي هز التليفون وعزاه، ومن نهارتها ما صار حتى اتصال بيناتهم لنهار 10 جانفي 2011 في 11:30 متاع الصباح. بن علي طلب صديقه القديم، سأله شنية الأمور وطلب يشوفه. قال له نتقابلوا في دار سيرين.
كمال الطيف قال له شنو هو خايف منها؟ يقصد في ليلى. بن علي تجاهل ملاحظة صاحبه القديم. كمال الطيف قال له ما نحب نقابل حد غادي. بن علي طمنه قال له مولا الدار مسافر، يقصد مروان مبروك مش موجود. في ماضي ساعتين تقابلوا في دار سيرين في قرطاج. كمال الطيف ما دورش لسانه 7 مرات، قال بن علي الطرابلسية هما السبب في اللي صاير، حاسبهم وافرض الإقامة الجبرية على ليلى أو طلقها، أعمل كي بورقيبة. ما هابش حاكم بن صالح وطلق وسيلة، حتى ولده طرده من القصر. وقال له حل اللعب، أنا بن جعفر ونجيب الشابي والحزب الشيوعي حركة التجديد وقتها شركهم، وجيب وزراء مستقلين بعاد على الطرابلسيه، وتنجم تخلي الغنوشي محمد الغنوشي لانه تقني وما عنده حتى اتصال بالطرابلسيه، والناس ما هيش رافضته. يلزم التوانسه يحسوا ثم تغيير. ويبدو انه كمال الطيف اشار على بن علي باش يبدل رفيق الحاج قاسم وزير الداخليه اللي اعفاه بن علي نهار 12 جانفي بعد مجلس الوزراء نهار 11 جانفي، واجتماعه به في 5 متاع العشيه، ومعاه مدير الاتصال سمير العبيدي ومستشار الرئيس عبد العزيز بن ضياء. كمال الطيف اقترح على الرئيس يعلن انه ما عادش باش يترشح للرئاسه. يمكن من قله او الوحيد اللي كان في تونس قادر وقتها من محيط الرئيس يقول له الكلام هذا هو كمال الطيف. المعلومات المتقاطعه تأكد أنه خطاب 13 جانفي تضمن جملة من أفكار كمال الطيف ومن مقترحات حكيم القروي اللي بعث البن علي زوز إيميلات، زوز رسائل إلكترونية نهار 12 ونهار 14 نصحوا فيهم بحل الحكومة. في خطابه الأخر قبل ما يخرج من البلاد بن علي ما كانتش عنده الشجاعة باش يقول راهم الطرابلسية باش يتحاسبوا، خلاها في المهموتة، غلطوه وسوف يحاسبون، وكون لجنه متاع سي عبد الفتاح عمر اللي خلات تقرير فيه ليسته بالاحرف الاولى ناويين يحلبوهم ويطلعوا منهم 13,000 مليار. اللي كان يكتب خطب بن علي الدكتور عبد الحميد سلامه. في اخر عهد بن علي مشى لوزاره الشباب والرياضه. يبدو انه اللي كتب له الخطاب الاول والثاني والثالث كان مدير الديوان الرئاسي عياض الودرني. آخر تليفونات بن علي باش تبقى محل جدل لسنوات أخرى لاحقة. بن علي كلم محمد الغنوشي على تليفون واحد من الأمن الرئاسي يسأل فيه شنية هالعملة اللي عملتوها، خرج تكذيب. يقول لوزير الأول السابق أنه جاوب الرئيس قال له أنت خرجت وما علمت حد، وعداله فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب ومن بعد عبد الله القلال. يشهد محمد الغنوشي اللي عبد الله القلال قال في اخر المكالمه لبن علي نهار 14 جانفي بعد تولي محمد الغنوشي اداره دواليب الدوله بشكل مؤقت، قال له وقت اللي ترجع نستقبلوك في المطار سيد الرئيس. من غدوه عاود بن علي طلب الغنوشي يلقاه في الداخليه، وعاود طلبه مره اخرى في القصبه، قدم روحه انه امير سعودي الامير احمد. مطلب كان بعض الاغراض الشخصيه حويجه. وكانت هذه آخر مكالمة بين محمد الغنوشي وبن علي حسب أقوال سي محمد. رضا قريرة وزير الدفاع حكايته حكاية، قال بن علي كلمني مرة واحدة وتمسك بأقواله. الهستوريك متاع التليفون الطيارة الرئاسية يقول اللي بن علي اتصل به 3 مرات نهار 14 جانفي. المرة الأولى في 8 غير ربع دامت 5 دقائق، والثانية في 8 و56 دقيقة ودامت 5 دقائق، والثالثة 3 دقائق وصارت في 9 و25 دقيقة. 3 مكالمات عملهم بن علي مع رضا قريرة داموا 13 دقيقة. قريرة يقول تليفون واحد، وصوت بن علي كان غير عادي وكأنه مخدر. رضا قريرة يحكي على اتصال آخر صار في الليلة الفاصلة بين 14 و15، كان في الداخلية في اجتماع. بن علي كلم محمد الغنوشي على تليفونه، محمد الغنوشي هو اللي عدى الرئيس الرضا قريرة باش يسألوا على الوضع في البلاد. رئيس أركان الجيوش الثلاثة رشيد عمار تلقى اتصال وحيد من بن علي نهار 14 بعد تولي محمد الغنوشي مقاليد الأمور في 28 دقيقة. ما عرفوش من الأول، قال له الرئيس معاك، شنو الوضع توا في البلاد، مسيطرين ولا نجم نرجع ولا؟ الفريق أول رشيد عمار جاوب توا ما نجمش نقول لك حتى شيء، الوضع بصفة عامة مش واضح. الرئيس فهم، قال له ما لا نعاود نطلبك غدوة مون جنرال. جاوب رشيد عمار تفضل، اللي حكيته لكم الكل جزء بسيط
من سلسلة وقائع صارت نهار 14 جانفي 2011. بنا حق يجي قيس سعيد يقول 14 جانفي ماهوش عيد الثورة. أصلا شنية علاقته بالثورة قيس سعيد؟ فاش شارك بالضبط؟ ضرب بالحجر في سيدي بوزيد ولا في تالا وقف قدام الداخلية نهار 14 جانفي؟ لا كان حاضر لا نهار 17 ولا نهار 14. مش من حقه يفرض نظرته وتقييمه المتأخر للأحداث على شعب كامل. توا ينجم يقرر اللي يحب، هو يعطي بالظهر واللي فرضه بالقوة الكله يتفسخ بشيفونه. القضية مش في نهار العطلة نهار 14 باش يبقى خالد في قلوب برشا توانسة، لأنه نهارتها التوانسة اكتشفوا أنهم قادرين يغيروا بيديهم، قادرين يقولوا لا بالقوي في وجه رئيس خدم البلاد، لكنه ما عرفش يخرج في الوقت المناسب، ما عرفش يوقف أنسابه اللي خذاو البلاد وفقة. وحكاية الأنساب تتعاود من رئيس الرئيس. كنت نحكي لكم على كمال الطيف يحكي مع بن علي بالفلاقي من الحزام اللوطة، أما عمره لا ضر معاه في تصويره أو زار معاه بلاصة كي يكون السوق الفريب في إريانا. في وقت الحكم المطلق كانوا يحترموا نواميس الدولة لين دار الزمان، وفي العلو الشاهق نلقى رضا لينين اللي ما نعرفوش أصلا فاش يخدم واش يعرف يعمل في دنيته، نلقاه يدور مع الرئيس وواقف بجنبه تقول مستشاره الخاص. تصويرة تخلي الواحد يندم على 10 سنين ضاعوا من عمره. ماشي في بالنا عملنا خطوة في إرساء نظام ديمقراطي، طلعت الخطوة عملناها في الطبعة واحنا مش فايقين. يا محمد يا ابو غلاب، نوفي ولا نوفي ولا مع محمد بوغلاب. هذا جزء من تاريخ تونس.